الحقيقة بقى ما أنا كان لازم أتصرف بعد ما سعرها بقى مولع كده نار. وقلت طب أضاعف في الكمية، بس الطعم ما بيبقاش اللي هي. رحت عاملة الفكرة دي. يا ريت تتابعوا معايا الفيديو للنهاية وتشوفوا عملت ايه في الوصفة دي. وكمان عايزة اقول لكم ان احنا هنوفر ونعملها كمان في العيد بطريقة سهلة واقتصادية. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا ايه. يلا بينا. واول حاجة معايا هحتاجها كيلو من اللحمة المفرومة. كل يوم اللحمة عمالة تزيد، مش عارفين لحد العيد هتبقى اللحمة وصلت سعرها لكام. كل يوم بتغلى يوم عن يوم. فانا في الوصفة بتاعتنا انا هحتاج كيلو من اللحمة المفرومة، وهقول لكم هنعمل بيها ايه. هنحط عليها بصلاية تكون كبيرة، تكون مفرومة ناعم. وبعد ما نحط البصلاية هبتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين من البقسماط المطحون. وممكن نستبدله بمعلقتين من الدقيق لو ما عندكيش بقسماط مطحون. الخطوة دي اختياري، لو عندك كده قطعة من اللي الضاني تقدري تحطيه، لو ما عندكيش تقدري تشيليها، مفيش اي مشكلة. وزي ما قلت لكم الخطوه دي اختياري. وجبت بقى كوبايه من البرغل، ابتديت ان انا اغسله كويس وانقعه لمده نص ساعه. بعد النص ساعه ابتديت ان انا اصفيه وهبتدي احطه على اللحمه المفرومه وبقيه المكونات بتاعتنا. وبعد كده هبتدي بقى اجيب توابل لحمه، هحط كده معلقه تكون كبيره، واحط كمان ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا، وهبتدي احط نص معلقه بس من البيكنج باودر. بعد بقى ما حطينا المكونات بتاعتنا دي كلها هبتدي ان انا اسمغ اللحمة مع المكونات كلها مع بعضها. هقلبها كويس جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحنا بنقلب هنلاحظ معانا ان الكمية زادت، وفي نفس الوقت احنا ضايفين اضافات للحمة بتاعتنا، اضافات هتخلي اللحمة طعمها حلو وطعمها كمان ما يتغيرش. مش ان احنا نحط اي اضافات وتخلي طعم اللحمة يغير معانا. هنقلب، واحنا محتاجين طبعا الفترة الجاية دي نعمل وصفات سهلة واقتصادية، لان زي ما انتوا شايفين وزي ما انتوا عارفين كل حاجة عمالة تزيد يوم ورا يوم. هنبتدي دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ادي كمية اللحمة ضفنا لها الاضافات بقت اكتر، حوالي من كيلو ونص. فعايزة اقول لكم يعني بصوا بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية. انا هنا هبتدي اخد بقى من اللحمة بتاعتي حوالي ربعها، وهشيل الباقي علشان ابتدي ان انا اصبعه اعمل بيه كفتة. ممكن اعمل بيه حواوشي استغله ويبقى عندي جاهز في التلاجة ومتبل. هشيله بقى في الاكياس واحتفظ بيه في الفريزر علشان ابتدي استخدمه ان شاء الله الايام الجايه، او كمان استخدمه في العيد. يلا بقى يا حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا اخبطوا لايك. وتعالوا بقى دلوقتي نكمل بقيه وصفتنا بربع الكميه اللي احنا عملناها من اللحمه المفرومه. جبت هنا ورقه زبده وابتديت ان انا ادهنها بالزيت، وابتديت ان انا اجيب اللحمه بتاعتنا وابتدي افردها على الورقة زي ما حضراتكم شايفين. وهنا الزيت علشان ما يخليش اللحمة تلزق معانا في قلب الورق. هبتدي افردها كويس كده، بفردها بقى بايديا، بفردها بالمردنة زي ما انتوا طبعا حابين. بفردها كويس والسمك يكون رفيع ما بيكونش تخين معانا. وهبتدي دلوقتي ان انا احشيها اي حشوة انا عايزاها. ممكن احشي خضار، ممكن احشي رز، ممكن انا اخترت النهاردة ان انا احشيها ميكس كده من الجبن. اي جبن عندك تقدري تحطيه، جبنة موتزاريلا مع مثلا انا كان عندي ميكس كده من الجبن بالزيتون، رحت حطاها مع كمان الجبنة الموتزاريلا، واكون بفردها في نص اللحمة بتاعتنا بالشكل ده وافردها كويس. وابتدي بقى اجي امسك طرف الورقة كده وابتدي اضمه على الجزء التاني عشان ابتدي ان انا اقفل رول اللحمة معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طريقة سهلة وبسيطة. وببتدي اظبط كده الجناب واقفلها من فوق علشان تتقفل معانا كويس وما تفتحش معانا اثناء عملية التسوية. بظبطها، وطبعا زي ما انتوا شايفين بظبطها كده بالراحة وبقفلها كده زي ما حضراتكم كده شايفين معايا بطريقة سهلة وبسيطة. لفها كويس جدا بورق الزبدة علشان ابتدي ان انا ادخلها الفريزر تتشمع معانا لمدة بالظبط نص ساعة قبل عملية التسوية. هبتدي ادخلها الفريزر، ويلا بينا على الفريزر ونرجع نجيبها. هبتدي دلوقتي بعد ما جبتها من الفريزر بعد ما قعدت نص ساعة ابتدت تبقى متماسكة كده معانا. بجيب صينية وابتدي اجيب معلقتين كده من صلصة الطماطم، وابتدي احط عليهم شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وبحط عليهم كمان معلقة صغيرة من الزيت علشان تديها لون حلو. وابتدي بقى اشغل الفرن، وادي بقى شكلها. بشغل الفرن على درجة حرارة 180 وادخلها الرف الوسطاني. وببتدي ان انا اول ما تاخد لون من الجنب الاولاني ابتدي اقلبها على الجنب التاني. بتقعد معانا بالظبط ساعة الا ربع في الفرن.
وتطلع بقى بالشكل والجمال اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. طبعا اهم حاجة بعد ما تطلع معانا نسيبها تبرد شوية عشان ابتدي ان انا اقطعها او اعرف اقطعها. ما تستعجلوش زي كده وتبتدوا ان انتوا تقطعوها. حاجة كده خطيرة وفي منتهى الجمال. بجد جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا، وصفة هايلة وتحفة وطعمها خطير. بصوا الكمية طالعة معانا شكلها عامل ازاي. رحت بقى كمان عاملة كده شوية رز اصفر كده علشان تبقى وجبة غذائية طعمها حلو جدا ومتكاملة. وجبة سهلة واقتصادية وبسيطة مع شوية سلطة خضراء أو شوية كده مخلل. حاجة كده فوق الخيال بألف هنا وشفا. حاجة بجد هتنفعك جدا في العزومات، هتنفعك جدا الأيام الجاية إن شاء الله. علشان طبعا إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، عارفين إن العيد جاي. وطبعا حتى لو مش هنجيب لحمة ممكن نقدر لو جبنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة نقدر نعمل الوصفة دي بكل سهولة. وطعمها بجد كان خطير بألف هنا وشفا. رشيت عليها بقى شوية بقدونس وجبت بقى بوريكم كده الجبنة بقى من جوه، بصوا عاملة ازاي. طعمها حلو قوي زي ما قلنا نقدر نحشيها اي حشوة. وبكده نكون عملنا من كيلو لحمة مفرومة. عملنا وصفات حلوة جدا سهلة وبسيطة. خدنا ربع للعرق ده الكداب، وكمان في نفس الوقت شلنا الباقي ان شاء الله نستخدمه في كفتة مشوية، او نقدر كمان نعمل حواوشي زي ما انتوا حابين. بصوا الحجم اللهم بارك يكفي بجد كذا فرد، ونقدر كمان نقسمه اقل من كده لو انتوا حابين. ما شاء الله اللهم بارك. طعم خطير وفي نفس الوقت حلو جدا وسهل كمان في التحضير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.